لماذا؟ نعم، لقائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني رقم 190 ومسرور بارزاني لا تفصلنا سوى يوم قليل عن أهم انتخابات في تاريخ إقليم كردستان. وعلى كل من يتوجه صوب صناديق الاقتراع أن يعلم جيدا بأن كردستان ليس دولة اسكندنا فيها، بل تحاول جاهدة الوقوف على قدميها وسط الاضطرابات والدوامات الفوضى التي تعصف بالشرق الأوسط، وسط جغرافيا المحاصرة محاطة من جميع الجهات بالغزاة المستعمرين والحروب المستمرة. لذلك لا ينبغي إطلاقا التصويت تأثرا بالوعودات المعسلة والمشاعر العاطفية والشخصيات الساخطة، بل ينبغي التصويت لجهة قوية ذات تجربة ومصداقية يمكنها حقا إنقاذ الكرد وخلاصهم من نيران الشرق الأوسط. سواء كنتم من مؤيدي الديمقراطي الكردستاني أم لا، سترون أن الطرف الذي لا يمكن نهشه بين أنياب بغداد وطهران، والذي يجلس على الطاولة كدبلوماسي ويتفاوض ولا يستسلم، هو قائمة الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسرور بارزاني. نعم، للقائمة رقم 190 لأنها قائمة نهج البارزاني. هذه القائمة هي الموقف الكردستاني ومطلب الحرية من أحمد خاني إلى الشيخ عبيد الله النهري ومنهم إلى البارزانيين، لأن هذه القائمة هي موقف وتجربة حركة سياسية وقف ضد معاهدات اللوزان التي قسمت الكرد ورفضتها. والتصويت لهذه القائمة هو التصويت لكردستان. خلال هذه الانتخابات لا يتنافس الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الأحزاب السياسية فحسب، بل يصارع القوى الاحتلالية التي تدعم هذه الأحزاب، وكذلك يصارع المتحالفين في الجبهة المناهضة المعادية لكردستان. يصارع النظام الشيعي في بغداد والذي يريد تطويق كيان إقليم كردستان ومحاصرته بل وتدميره وفرض العراقية بدلا عن الكردستانية. يتنافس ويتصارع ضد ظلم المحكمة الاتحادية العليا في العراق والتي غيرت النظام الانتخابي لكسر قوة وهيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني. يتصارع ويتنافس مع محاولات الدولة الإيرانية والتي يزينها ويزخرفها بافل طالباني ويفرضها على الكرد. ينافس إعلام حزب العمال الكردستاني باكك في اسطنبول والذي يحاول تأليب الكرد وجعلهم أعداء للبارزانيين وفق أجندات الدولة العميقة في تركيا. يتنافس مع الأحزاب الإسلامية اسما والتي تستغل الدين بدعم من إيران وتركيا لإضعاف الهوية الوطنية القومية الكردية. هو يتنافس مع شاسوار وبافل اللذين تروج لهما اللوبيات المناهضة للكرد الإقليمية والغربية على حد سواء. انظروا جيدا، هناك قوة وراءهم جميعا لا تحب كردستان بل تعاديها. الأسباب التي وقفت وراء ارتكاب صدام جريمة دفن 8000 بارزاني أحياء هي نفسها أسباب معارضة ومعاداة المحتلين للبارزانيين اليوم، لأنهم خلال 150 سنة الماضية لعبوا دورا متواصلا لا يكل في النضال من أجل استقلال كردستان، واليوم هم من يحملون راية الاستقلال والحرية في كردستان ولديهم القوة لرفع هذا العلم أكثر. إذا كانت الأحزاب الأخرى تتحدث عن كردستان اليوم فذلك يعود إلى وجود الحزب الديمقراطي الكردستاني، فلولا الديمقراطي الكردستاني لاستسلموا لبغداد. لذلك فإن أي شخص يقف ضد عرقلة كردستان ويطالب بالحرية والاستقلال فعليه التصويت لقائمة 190 سواء كان من أنصار البارتي أم لا، سواء كنتم مخلصين للديمقراطي الكردستاني أم لا. إذا كنتم تريدون حياة رغيدة لأطفالكم في كردستان عصرية متطورة وأكثر استقرارا وأمانا فعليكم دعم القائمة 190 أي مسرور بارزاني. فمسرور بارزاني هو ممثل الحداثة والتطور لحركة البارزاني التي يعود تاريخها إلى أكثر من 130 عاما. وصلت حكومة مسرور بارزاني إلى السلطة في ظل ظروف صعبة ومعقدة للغاية، لكنه بحكمته وحنكته الدبلوماسية وبعد احتلال كركوك أزال التربة الميتة من على كردستان وقاد الكرد نحو مستقبل مشرق زاهر. خلال فترة رئاسته للحكومة قطعت بغداد الرواتب كاستراتيجية حرب خاصة وحاولت فرض الاستسلام على الحكومة الكردية من خلال حراك داخلي لكنها فشلت. أما الأحزاب الغادرة والمرتزقة كبككة فسقط عشرات البيشمركة الشهداء على يد جلاوزتها. أحرقت أسواق أربيل ودهوك لكنها لم تظفر بالانتصار أبدا. انسحب الاتحاد الوطني من الحكومة مرارا وتكرارا كوسيلة للابتزاز، حاول عرقلة عمل الحكومة لكنه فشل أيضا مرة أخرى. قصفت إيران العاصمة أربيل بالصواريخ مرارا وتكرارا لكنها لم تتمكن أبدا من جذب مسرور بارزاني إلى خطها.
أدرك مسرور بارزاني سياسة الحصار والتهميش ضد حزبه وحكومته، فأظهر تقاربا حكيما رغم كل هذه الاستفزازات، وأثبت بأنه رجل دولة جاد وحريص ولن يقع في فخ الأعداء. انبعثت حكومة أربيل من جديد بخطواته الدبلوماسية، بدأ ببناء نظام يعتمد على الزراعة وإنتاج وتشجيع المنتجات المحلية، وأطلق ثورة اقتصادية وطنية شعبية في كردستان، بنى بنية تحتية قوية ونظام نقل متطور وطرقا وجسور. من أي زاوية شئتم انظروا، الشخص الذي يمكنه تحمل مسؤولية هذه الحكومة في أقصى الظروف وأصعبها مستقبلا هو مسرور بارزاني. يقال إنه عندما يعبر المرء نهرا لا يتعين عليه تغيير فرسه، وكذلك لن تتغير الحكومة في ظل هذا الوضع والهجمات والحرب. لذلك فإن أي شخص يفكر في وطنه ومستقبله سواء كان عضوا في الديمقراطي الكردستاني أم لا، فعليه التصويت لقائمة الديمقراطي الكردستاني رقم 190 بزعامة مسرور بارزاني، فهي قائمة البناء والإعمار، قائمة الصمود، قائمة لا تنحنوا، قائمة المستقبل الحر المشرق للأرض والوطن.